ليش انت بتكره ايران؟ رح اعطيك بهالفيديو 5 معلومات بتثبت لك انه انت لازم تكره ايران. لا تنسوا المتابعة واللايك والتعليق على الفيديو، كلام جميل مثلكم. اول معلومة واكيد كلكم بتعرفوها، انه اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب هو ابو لؤلؤة المجوسي، وهو من ايران. بعض الشيعة بيقولوا انه هو مسلم شيعي بطل مبشر بالجنة، واغلبهم بايران. قتل سيدنا عمر بن الخطاب بخنجر ذو نصلين ب6 عنات، ولما حاولوا يبحثوا عنه المسلمين قاتلهم وجرح وقتل 13 رجل، ومن ثم أمسكوا ونفذوا حكم القصاص فيه. المعلومة الثانية، الحشاشين أكبر وأقوى مجموعة اغتيالات تاريخيا، وكانت من إيران. كان اسمهم الحشاشين، كان قائدهم اسمه حسن الصباح، وكان لهم كتير أعمال بشعة نهشت بالدول الإسلامية آنذاك، وأكثرهم الدولة العباسية. المعلومة الثالثة، كلنا بنعرف الإجرام يلي ساوته إيران بحق الأطفال والنساء بسوريا، والقصف العنيف اللي مارسته يوميا لتثبيت الأسد بحكمه. المعلومة الرابعة، الفرس هن أصلا الإيرانيين، وأكثر أعداء الإسلام هن الفرس، ولذلك لازم نتوخى الحذر منهم. المعلومة الخامسة، أهل السنة والجماعة بإيران بشكلوا بين 10% ل 25%، وبيتعرضوا لاضطهاد كبير من الحكومة الإيرانية، يمنع تسليمهم أي منصب، ويتم اعتقالهم يوميا بشكل تعسفي. إذا وصلت لهون لا تنسى اللايك والتعليق، ودمتم برعاية الله، والسلام على من أتى بالإسلام.